النادي الأهلي يفوز على حرس الحدود ويصل في الدوري المصري إلى المركز الرابع، لكن ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تصلي يا أخي على النبي. النادي الأهلي يفوز على حرس الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة. أحرز الهدف الأول فخر سلوفانيا جراديشار، الهدف الثاني تريزيجيه اللي اتعلم الدرس كويس قوي، والهدف الثالث رجل المواقف الصعبة ياسر إبراهيم. جراديشار فخر سلوفانيا لما بيبقى في الفورمة بيعمل أهداف ملهاش حل. ياسر إبراهيم الرجولة وبتاع المواقف الصعبة. واحد من ضمن ضحايا كولر مصطفى شوبير، هو ده مصطفى شوبير اللي كان بيعمل كلين شيت في أعلى بطولة في القارة، بطولة دوري أبطال أفريقيا. مروان عطية من ساعة ما رجع بسم الله ما شاء الله في الفورمة وعامل اللي عليه وزيادة. ديانج على المنظر اللي احنا شفناه النهاردة ده ما يتجددلوش. أحمد عبد القادر عايز يقول لك أنا ابن الأهلي، أنا ابن النادي ده. فرحته النهاردة بالهدف تحسه إن هو من أساسيات النادي الأهلي. هو ده اللي كان زملكاوي ومخلص مع نادي الزمالك يا ذاكرة السمكة. ياسين مرعي الله أكبر عليك يا ابني، ربنا يزيد لك في الشفا كمان وكمان. طاهر محمد طاهر عليه علامات استفهام كبيرة. محمد شريف مش عارف انت عايز مننا ايه، بيضيع فرص ما تضيعش، ودور النهارده على اي هجمة مرتدة خطيرة على النادي الأهلي هتلاقي السبب فيها محمد شريف. بالله عليك فوق يا عم. ده غير ان في لاعبين ما تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، وللاسف بقوا كتير قوي. الحمد لله النادي الاهلي قدر يفرحنا النهارده، وصل للنقطة ال 12 وبقى في المركز الرابع، وإن شاء الله النهاردة نادي الزمالك يعملها ويفرحنا. سامع ركبك بتتخبط يا أول الدوري زي ما قلت لك، والكلام ابتدى يتحقق أهو. مباراتين الأهلي يكسبهم خلاص، كسب منهم واحدة، فاضل مباراة الأهلي يكسبها والزمالك يتعادل مباراة واحدة، ونخش بقى في المؤامرة الكونية والمؤامرة على نادي المهلبية أو البليلة تقريبا. ما تنساش تستنى حلقة بالليل، وأنا عارف إن اتأخرت عليكم بس سامحوني لأني عندي تفاصيل كتير قوي. سلام عليكم.